هذا مولر زكي مولر قد يسرق ملايين الدولارات، ومن سوء الحظ ديالو البوليس لقاو عليه القبض. لكن مولر قبل ما البوليس لقاو عليه القبض عطى الفلوس لصاحبته تشارلي خبات الفلوس، لكن البلاصه اللي تشارلي خبات فيها الفلوس تبنات فيها واحد المدرسه. من بعد ما دازت ايام واسابيع واشهر مولر قد يخرج وبدا كيفكر في شي طريقه اللي قد يوصل بها للفلوس اللي سرق. فما نحرقلكش الاحداث كثر ونبداو مع الفيلم ديالنا. والسلام عليكم ومرحبا بكم في فيلم جديد. الفيلم ديال اليوم كيبدا مع مولر مبقاتلو سوى ايام قليله ويخرج من السجن. الاستاذه نتاع السجن سولات مولر وقالت له شفتك وليتي مهتم بالقرايه، شنو السبب؟ مولر قال لها السبب هو ان هنا هو المكان الوحيد اللي في السجن اللي فيه هاد لاماشين تاع القهوه. من بعد ما دازت ايام قليله مولر قد يخرج من السجن، واول حاجه دار هي مشى عند صاحبته تشارلي سولها على الفلوس، وتشارلي قالت له راني دافنهم وهالبلاصه فين مخبيهم. مشاو للبلاصه اللي فين تشارلي مخبيه الفلوس واكتشفوا بان تبنات فوقهم واحد المدرسه. مولر بقى تابع العلامه اللي عنده في التليفون تاع تشارلي واكتشف بان الفلوس كاينه تحت من قاعه الرياضه. مشى رجع عند تشارلي وبدا كيلوم فيها وقال لها ما لقيتي فين تدفني الفلوس غير هنا. تشارلي قالت له انا باش عرفت هاد البلاصه غادا تبنى. بداو كيفكروا في شي طريقه اللي قد يوصلوا بها للفلوس. غير وصل الغد مولر مشى للمدرسه على اساس يشوف شي خدمه على قد الحال، في حال جارديني او سيكوريتي او لين اللي كان. المهم اللي عنده هو يبقى قريب من الفلوس، وغير تكون الفرصه المناسبه يمشي يحفر وياخذ الفلوس ديالو. مولر من بعد ما وصل اكتشف بان كاين بعض الاساتذه اللي بغاو يدوزوا واحد الكونكور باش لا ربما يخدموا في هذه المدرسه. مولر حتى هو بدا كيفكر انه يخدم استاذ رغم المؤهلات ما كاينينش. مشى خدم الانذار نتاع الحريق، كلشي هرب وبقى غير هو. من بعد ما اكتشفوا بان ما كاين حتى شي حريق المديره رجعت ولاحظت بان كل الاساتذه هربوا وبقى غير مولر. المديره سولت مولر بعض الاسئله، مولر جاوبها والمديره قالت له جيب لي الشهاده ديالك وان شاء الله غادي تبدا معنا عما قريب. ونمشيو عند هاد الاستاذه اللي سميتها اليزابيث حتى هي كتقري في نفس المدرسه، والتلاميذ اللي عندها ديما محمقينها. اليزابيث شافت واحد من التلاميذ اللي عندها كيكمي، مشات عنده وقالت له حيد داك الكارو. التلميذ ديالها ما تسوقش ليها، ووقف عليه مولر خدا من عنده الكارو وطفاه له في يده. من بعدها بقى كيدي ويجي في الهضره مع الاستاذه اليزابيث. مولر استغل الفرصه وقال لها اش بالك نعرض عليك بمناسبه اليوم الاول عندي في هذه المدرسه. اليزابيث ظهر فيها بانها معجبه به وهكا وافقات على العراضه ديالو. مولر قال لها انا في صراحه ما عنديش بحال القهاوي، فاش بالك نمشيو للدار ديالك؟ اليزابيث قالت له صافي ما كاينش مشكل. من بعد ما وصلوا للدار نتاع اليزابيث مولر من بعد ما تعطاتو اول فرصه دار ليها واحد المنوم. اليزابيث غير شربات القهوه ديالها وغيبات. مولر مشى للبيس نتاع اليزابيث خدا الشهاده ديالها، غير سميتها بسميتو، من بعدها خرجها من لانبريمونت. في واحد اللقطه سمع الدقان ومشى غيرها. غير وصل الغد مولر مشى عند المديره نتاع المدرسه عطاها الشهاده، وهكا بدا في الخدمه ديالو على هاد المدرسه. التلاميذ اللي على هاد المدرسه كيديروا اي حاجه الا انهم يقراو. اليزابيث غير شافت مولر بدات كتقاد وكتسنى فيه يجي عندها باش تشرح له بان البارح نعسات بلا ما تشعر. مولر ضحك في وجهها واحد ضحكه صفرة ومشى كمل طريقه. اليزابيث ما فهمات والو. ونمشيو عند هاد الاستاذه اللي سميتها كنعور التلاميذ اللي عندها بقاو مطلعينها عليها ومشات رمات راسها في الساحه، ومن حسن الحظ ديالها بقات على قيد الحياه. غير وصل الغد المديره نتاع المدرسه جمعت كل الاساتذه اللي عندها وقالت لهم واحد فيكم غادي يقري في بلاصه الاستاذه كنعور. الاساتذه كاملين بهم بداو كيتهربوا بسبب ان القسم نتاع الاستاذه كنعور هو اكثر قسم مشاغب. المديره نتاع المدرسه عطات امر الاستاذه اليزابيث انها تكون هي البديله نتاع الاستاذه كنعور. اليزابيث ما بقى عندها حتى شي حل من غير انها توافق. مولر حاط رجل فوق رجل وما على بالوش اللي بغى يقرا العام طويل. اليزابيث مشات تقرا القسم تاع كناور، وكيف ما حنا عارفين بان هذا القسم معروف بانه اكثر قسم مشاغب. اليزابيث مع دخلات التلاميذ بداو كيتنمروا عليها. مشات خدات طباشير تكتب لهم عنوان الدرس، طباشير لصق ليها في يديها، مشات تغسل يديها وكلها فزقات، بغات تنشف
وجهها كله عمر مداد. التلاميذ ديالها كيضحكوا عليها وكيتنمروا عليها. إليزابيث مشات عند المديره نتاع المدرسه وقالت ليها ما نزيدش دقيقه وحده معاهم. المديره قالت ليها الاعذار ديالك خليهم عندك، ولا ما كنتيش قاده على هاد المهنه قدم الاستقاله ديالك. إليزابيث بقات غير كتبكي. مولر من بعد ما عرف فين كاين الفلوس بالضبط خداها كل ما غادي يحتاج ومشى بدا كيحفر على الفلوس ديالو. إليزابيث وصاحبتها بغاو يامبريميو واحد الورقه، وإليزابيث خرجت ليها الشهاده ديالها وعليها الاسم نتاع زاكي مولر. وهنا إليزابيث عرفت بان مولر غير مزور الشهاده ديالو. خدات البيكالا ديالها ومشات غادا قاصده المدرسه باش تاكد واش حقا مولر مزور الشهاده ديالو ولا غير شي سوء فهم. مولر حتى هو كيكون في المدرسه وكيكون كيحفر. إليزابيث من بعد ما وصلت للمكتب نتاع المديره بدات كتقارن في الشهاده ديالها مع الشهاده نتاع مولر، ولقات بان الفرق كاين غير في الاسماء. وهنا إليزابيث تاكدت بان مولر غير مزور الشهاده ديالو. مولر كان كيحفر وغير سمع الصداع مشى يشوف اش كاين ولقى إليزابيث كتحاول تخبى. إليزابيث غير شافته وقالت له اش كدير هنا وعلاش خديتي الشهاده ديالي. مولر قال لها من بعد نشرح لك، دابا شحال كطلبي في السكات ديالك. إليزابيث استغلت الفرصه للصالح ديالها وقالت له لو بغيتي نبقى ساكته انت اللي غادي تاخذ القسم نتاع الاستاذ كناور. مولر وافق بلا ما يتردد. غير وصل الغد مشاو عند المديره نتاع المدرسه اقترحوا عليها الفكره وهكا المديره حتى هي وافقات. وهكا مولر مشى يدوز اول حصه ليه مع هاد التلاميذ اللي كل ما كيهمهم هو انهم يحمقوا اي استاذ جديد جا عندهم. التلاميذ كيف العاده ديالهم مع وصل عندهم مولر داروا له الكولا في الكرسي، من بعدها داروا ليه واحد الفخ. ومولر ولات حالته حاله، مشى للطوموبيل ديالو وبغى يمشي يغيرها قبل ما يولي قاتل شي واحد. معاه ركب ديمار الطوموبيل وواحد المخدم فاجرات. مولر تعصب مشى عند المديره تاع المدرسه وقال لها دقيقه وحده ما نزيدهاش مع هاد البراحش. المديره قالت له انت اللي اختاريتي انك تقريهم حتى شي واحد ما بزز عليك فتحمل العواقب. مولر مشى غيرها وغير وصل الغد جاب معاه الكلاش. التلاميذ غير شافوا الكلاش وحتى شي واحد ما بقى داير شي حركه. الأستاذة إليزابيث مشات عند مولر ولاحظت بأن التلاميذ كاملين بهم ساكتين وظهر فيهم بأنهم خايفين. إليزابيث بقات غير مصدومة. كيف العادة غير طاح الباش ومولر بدا كيحفر. كيوصل الغد وكيمشي يقري التلاميذ اللي عنده. كيف العادة كياخد معاه الكلاش وما كيتسوق حتى شي واحد فيهم، وكل ما كيهمه هو غير فوقاش يوصل الفلوس ويمشي يغير الولاية ويبدا حياة جديدة مع صاحبته تشارلي. مولر من فوق ما خرج من السجن وهو كينعس غير في الطوموبيل ديالو. واحد اليوم في الايام كيف العاده مولر مريح في الطوموبيل ديالو وشتا خط من السماء. مولر جاتو فكره انه يطلب من الاستاذه إليزابيث انه يبقى عندها شي ايام. غير وصل الغد وداك الشي اللي دار، مشى عند الاستاذه إليزابيث وطلب منها يبقى عندها شي ايام. إليزابيث قالت له لا بغيتي تبقى عندي شي ايام فغادي تتعامل مع التلاميذ بمعامله زوينه. وهكا مولر وافق بلا ما يتردد. إليزابيث خداتو اللقب وقالت له فين غادي تعيش. مولر داكشي اللي دار، وكيف متفق مع الاستاذه إليزابيث بدا كيتعامل مع التلاميذ واحد المعامله اللي زوينه. جمع كل التلاميذ اللي عنده وخداهم عند بعض الاشخاص اللي مدمنين المخدرات وقال لهم ها المصير ديالكم اللي تبعتوا هاد الطريق. من بعدها خداهم عند بعض الاشخاص اللي عاطلين على العمل وقال لهم لما قريتوش فهذا هو المستقبل ديالكم. التلاميذ اللي عنده بداو كيحسوا بتأنيب الضمير والهضره اللي قال لهم مولر اثرت فيهم، وهكا كاملين بهم بداو كيديروا مجهود باش يحصلوا على نتائج جيده. المديره نتاع المدرسه بقات غير مصدومه من المستوى اللي وصلوا ليه التلاميذ نتاع مولر. وصل اليوم اللي التلاميذ كيصوتوا على افضل استاذ واللي حصل على عدد الاصوات كثر هو مولر، لكن مولر ما على بالوش وكل ما كيهمه هو يوصل للفلوس ديالو. بقى مقاتل حتى قد يوصل للفلوس وهكا مشى غير الولايه، ونفس الوقت قد يغير العقليه نتاع بزاف التلاميذ وكيسالي الفيلم ديالنا. فالا بغيت تفرج في الفيلم كامل غادي نخليك تسميك الفيلم في الاخر ديال الفيديو، وما تنساش دير لايك واشترك في القناه كتحفيز لنا لنستمر، وبارطاجي الفيلم مع صاحبك حتى هو يتفرج. والسلام.